أهلا ومرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة حول اللغة العربية وكل ما يتعلق بالإعراب وجميع الدروس. إذا نكمل ما بدأناه. وصلنا إلى الحالات الإعرابية كذلك والحالة المتعلقة بالنصب، وهناك 5 حالات للنصب. إذا هناك 5 حالات للنصب. الحالة الأولى وهي الحالة التي النصب يكون إما بالفتحة، الفتحة الظاهرة على آخره، وإما هذا النصب يكون عن طريق الألف، وإما يكون هذا النصب بالكسرة، إما كتكون الكسرة، وإما يكون النصب بالياء. نشوف كل حالة على حدة. الياء، وإما يكون النصب بالحالة الأخيرة وهي حذف النون. إذن هناك 5 حالات، إما الفتحة أو الألف أو الكسرة أو الياء أو حذف النون. إذن هناك 5 حالات للنصب. إذن سنتعرف على كل حالة على حدة، ونبدأ مع الحالة الأولى وهي التي تتعلق بالحالة الفتح. إذا الحالة الأولى وهي الفتحة. إذن هذه الحالة الأولى وهي الفتحة كما قلنا، إما باش كتكون فيها 3 ديال الحالات. إما كيكون هذا الاسم مفرد، إما كيكون الاسم مفرد، وإما كيكون جمع تكسير، هذا الاسم كيكون جمع تكسير، وإما كيكون الفعل المضارع. الحالة الموالية وهي الحالة اللي كتكون فيها كيكون نصب بالألف. إذا الحالة ديال النصب بالألف إما كتكون مع الأسماء الخمسة. إذا هنا كتكون فقط مع الأسماء الخمسة، وحنا غادي نتعرفوا على كل حالة على حدة. مثلا رأيت أباك. إذا هنا مثلا عندنا نعطيو مثال هنا في الألف لأنها كتكون شوية صعيبة، مكتكونش بزاف ديال الأمثلة. إذا هنا عندنا مثلا رأيت أو رأيت أباك. رأيت أباك. إذا عندنا هنا أباك. إذا هذا أباك، إذا هذا فعل. رأيت أنا، يعني أنا. رأيت فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره، والفاعل هو تقديره أنا إلى غير ذلك، ما ندخلوش داك الشيء. حنا اللي مهم عندنا هو أباك. أباك هنا شنو جا؟ مفعول به. مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. هذا هو الإعراب ديالها، من الأسماء الخمسة. الآن إذن هذه هي الحالة. نشوف الحالة الثالثة واللي كتعلق لنا بالكسرة. إذا الحالة الثالثة تتعلق بالكسرة. إذا النصب بالكسرة، وهذا النصب بالكسرة كيكون في جمع مؤنث سالم. إذا النصب بالكسرة كيكون عندنا في جمع مؤنث السالم. إذا مثلا رأيت المسلمات. رأيت، نعطيو مثال هنا كذلك. رأيت أو رأيت مثلا. رأيت المسلمات. مسلمات. إذا هنا عندنا الفعل وعندنا الفاعل وعندنا المسلمات. هنا شنو نعربوها؟ مفعول به. إذا هنا تعرب لنا هاد المسلمات مفعول به منصوب. مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة النائبة. إذا هنا الكسرة كتنوب لنا على ماذا؟ عن الفتحة. الكسرة
النائبة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. الآن سنمر إلى الحالة الرابعة، وهي الحالة التي تتعلق بالياء. إذن النصب بالياء. إذا الحالة اللي كتعلق لنا بالنصب بالياء، وهنا يمكننا تكون جوج حالات. إما كتكون عندنا جوج حالات فيها النصب بالياء، إما كيكون مثنى، الحالة ديال المثنى، وإما كيكون جمع مذكر سالم. وغادي نعطي كل واحد على مثال. مثنى مثلا نقولوا رأيت المسلمين. هنا مثلا رأيت المسلمين. إذا هنا مسلمين. إذا هنا نقولوا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه كذلك مثنى. جمع مذكر سالم رأيت العابرين. رأيت مثلا رأيت العابرين. نقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذن هذه هي الحالات. ثم مازال الحالة الأخيرة وهو حذف النون. إذا الحالة الخامسة وهو حذف النون. إذن حذف النون. إذن حذف النون كيكون في الأفعال الخمسة. إذن هنا كيكون عندنا في الأفعال الخمسة، كيكون عندنا مع أفعال الخمسة. مثلا عندي نعطيو لن تذهبين. لن تذهبين. إذا لن تذهبين لن هنا تذهبين فعل مضارع منصوب بلن، وهنا يمكن نقولوا لن تذهبي ونحيدوا النون، وهنا نقولوا فعل مضارع منصوب بالنون لأنه من الأفعال الخمسة. إذا هنا لن تذهبين حذفنا النون، ما نقولوش مفعول به منصوب بالنون، وإنما نقولوا مفعول به منصوب بلن. لن تذهبين. إذا مفعول به منصوب بلن لأنه من الأفعال الخمسة. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بحول الله.